الفيديو ده معانا الهوموجينيوس، تاني طريقة من طرق الفيرست اوردر في الديفرنشال ايكويشن. قبل ما نخش نحل مسائل في الهوموجينيوس، عايزين نعرف الاول الهوموجينيوس ده انا بستخدمه امتى وبستخدمه ازاي. اولا انا ببدأ اخش على الهوموجينيوس لما بلاقي ان المسألة قدامي مش هينفع احلها سيبرابل. انا مش هعرف اخلي الدي اكسات لوحدها والدي وايات لوحدها، مش هينفع اخلي الوايات لوحدها والاكسات لوحدها. هتلاقي ان هي مهما عملت كده مستحيل تطلع معاك تظبط. فهنا بتيجي طريقة الهوموجينيوس. اول حاجة عشان تعرف تستخدم الطريقة دي، اول حاجة لازم يكون معاك الواي داش او الدي واي على الدي اكس. لازم يكونوا قصادهم كل واي قصادها تحتها اكس. انت لو لقيت واي لازم يكون تحتها اكس، فانت بتحاول تظبط المسألة انك تخلي كل واي تحتها اكس. ولو لقيت واي باور 2 لازم يكون تحتها اكس باور 2، تضرب في اكس تقسم على اكس. المهم انك المسألة قدامك كل واي تحتها اكس. حتى مثلا لو قدامي واي مثلا واي باور 2 بلس الاكس، لازم لا يكون واي على اكس، مش هينفع اكس لوحدها او واي لوحدها. انت لما بتلاقي مثلا المسألة بقت معاك جاهزة كل واي عندك تحتها اكس، لقيت مسألة عندك كل واي تحتها اكس، بتبدأ تعوض بقى. تبدأ تعوض الواي، بتعوض مكانها بيو اكس برمز زائد، والواي داش بتعمل لدي ديريفاتيف، فهتبقى معاك يو بلس اكس داش، بتعوضها كده. دي قوانين بتحفظها. انت اول ما تلاقي عندك خلاص بقى معاك الواي داش او الدي واي على دي اكس بتساوي واي على اكس، اي كل واي عندك تحتها اكس، بتبدأ تشيل كل واي وتحط مكانها يو اكس، وتبدأ تشيل الواي داش وتحط مكانها يو بلس يو داش اكس. تعال نحل اول مسألة ونفهم اكتر كده واحنا بنحل. انت لو جيت للمسألة دي بصيت عليها، انت مهما عملت مش هتعرف تخلي الاكسات لوحدها والوايات لوحدها. يعني مثلا نمشي كأننا زي ما نمشي عادي، نودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، وهيبقى معاك الإكس ماينس الواي كلها في الدي إكس بتساوي نيجاتيف إكس دي واي. انت هنا مهما عملت انت مش هتعرف تخلي الإكسات لوحدها والوايات لوحدها. فهنا بتيجي طريقة الهوموجينيوس بقى. فأول حاجة احنا عايزين نعملها، احنا عايزين نخلي في واي داش برا لوحدها اللي هي دي واي على دي إكس. فهنعمل ايه؟ النيجاتيف اكس هنوديه تحت بالديفيجن الناحية التانية، والدي اكس هنقسم، هنقسم على دي اكس في نيجاتيف اكس. هيبقى معاك ايه؟ تعالوا نكتب دي الاول. انا لو قسمت على دي الاول، دي اكس في اكس في نيجاتيف اكس، نيجاتيف اكس تروح مع نيجاتيف اكس، هيبقى معايا دي واي على دي اكس بيساوي. هنا لو قسمت على دي اكس، دي اكس هتروح مع دي اكس، وقسمت على نيجاتيف اكس، فهيبقى معاك اكس ماينس الواي اوفر نيجاتيف اكس. دلوقتي انت بقى معاك الدي واي على دي اكس، لازم تخلي بقى قصادها كل واي تحتها اكس. فانت لو بصيت هنا، انت لو جيت فوق قسمت على اكس، وجيت تحت قسمت على اكس، هل انا كده غيرت حاجة في المسألة؟ لا، ما غيرتش. اللي بتعمله فوق لو عملته تحت يبقى انت ما غيرتش حاجة في المسألة، كده كده هيروحوا مع بعض. فانا لو قسمت الجزء اللي فوق على اكس والجزء اللي تحت على اكس، الجزء اللي فوق قسمت على اكس، يبقى في هنا تحت هنا اكس، وفي تحت الواي هنا اكس، ونيجاتيف اكس دي يبقى تحتها اكس. الاكس دي هتروح مع الاكس دي، والاكس دي هتروح مع الاكس دي، هيبقى لك هنا نيجاتيف واي على اكس، 1 سوري 1 ماينس واي على اكس. تعالى نكتبها بشكل اوضح. هنا هيبقى معاك دي واي على دي اكس بتساوي الاكس واحد مع الاكس، هيبقى معاك هنا 1 ماينس واي على اكس اوفر، دي راحت مع نيجاتيف 1. دلوقتي احنا قلنا اهو، دلوقتي عندك الواي تحتها اكس، دي كده كده هتتشال عشان تحت الوان متتكتبش، يبقى عندنا هنا في هنا نيجاتيف بره. دي اهو بقى قدامنا كل واي تحتها اكس. فدلوقتي بقى عندك اهو دي واي على دي اكس، كل واي قصادها اكس، كل واي تحتها اكس قصادها.
فاحنا هنستخدم بقى التعويض اللي قلنا عليه. الواي هتعوض مكانها بيو اكس، والواي داش هتعوض مكانها بيو بلس يو داش اكس. تعالوا نعوض. دي واي على دي اكس هي الواي داش، فهتحط يو بلس يو داش اكس. دخل النيجاتيف جوه، يبقى معاك نيجاتيف 1 بلس الواي شيلها وحط يو اكس، يو اكس اوفر اكس. دلوقتي هتلاقي ان الاكس دي راحت مع الاكس دي، فبقى معاك يو بلس يو داش اكس بتساوي نيجاتيف 1 بلس اليو. ولو وديت اليو دي الناحية التانية هتبقى يو ماينس يو، فاليو دي هتروح مع اليو دي، فانت بقى معاك يو داش اكس ايكوال نيجاتيف 1. اليو داش اكس ترجعها تبقى، يعني اكتبها عشان دلوقتي هي رجعت، ممكن احلها سيبربل. اليو داش دي اكس دي اللي هي دي يو على دي اكس في الاكس تساوي نيجاتيف 1. انا لو اديت دي اكس دي الناحية التانية يبقى معايا دي يو في اكس بتساوي نيجاتيف دي اكس. خلي الاكسات مع بعضها هتبقى دي يو ودي اكس الناحية التانية بتساوي نيجاتيف 1 على اكس دي اكس. رجعت سيبربل اهي، نعمل لهم انتجريشن الدي يو هيبقى هنحط يو عشان هنا في 1، فالوان بيرجع ليو تاني بيساوي نيجاتيف 1 على اكس بتساوي لن نيجاتيف، في برا نيجاتيف لن الاكس. رجع بقى اليو لاصلها. اليو اصلا كانت احنا لما غيرناها عوضناها واي بتساوي اكس، فاليو هتساوي واي على اكس مظبوط. فهنا هتبقى عندنا الواي على الاكس بتساوي نيجاتيف لن الاكس، او معانا هنا بلس سي بلس 7 بس. وتكون هنا المسألة خلصت. انت عندك لما بتعرفش في المسألة، لو انت معرفتش تعملها سيبربل بتدور على طريقة الهوموجينيوس بترجعها لك تاني للسيبربل، وبتبدأ تمشي بخطوات السيبربل معاك عادي جدا. دي كده اول مسألة خلصت. نخش على تاني مسألة. هنا تاني مسألة بيقولك معايا دي واي على دي اكس بتساوي واي ماينس اكس على واي بلس اكس. انت لو بصيت هنا برضو مهما حاولت انك تعملها سيبربل مش هتيجي، فاحنا تعالوا نجرب نعملها هوموجينيوس. هو مديك الدي واي على دي اكس، عايزين نخلي كل واي تحتها اكس، فاحنا هنعمل زي عملنا المرة اللي فاتت، هنقسم فوق على اكس وهتقسم تحت على اكس. انت بتحاول تخلي المسألة بشكل هوموجينيوس عشان تعرف تحلها بطريقة الهوموجينيوس. فلو قسمنا فوق على اكس وتحت على اكس هيبقى معاك دي واي على دي اكس بتساوي واي على اكس ماينس اكس على اكس اوفر واي، اللي برضه نقسم على اكس، واي على اكس بلس اكس على اكس. عندك دي هتروح مع دي بوان، ودي هتروح مع دي هتبقى بوان، فهيبقى معاك الشكل بتاعها في الاخر دي واي على دي اكس بيساوي واي على اكس ماينس 1 اوفر واي على اكس بلس 1. انت عندك وصلنا اهو، بقى معانا كل واي تحتها اكس. هنيجي بقى نعوض زي ما كنا بنعمل. الواي بنعوض مكانها بيو اكس، والواي داش بنعوض مكانها بيو بلس يو داش اكس. نعوض الواي مكانها بيو اكس والدي واي على دي اكس او الواي داش، هيبقى معاك يو بلس يو داش اكس بيساوي واي اعوض مكانها بيو اكس، فيبقى معاك يو اكس على اكس ماينس الواحد اوفر الواي برضه اعوض مكانها بيو اكس، كيو اكس على الاكس زائد 1. الاكس هتروح مع الاكس والاكس هتروح مع الاكس، بقى معاك هنا يو بلس يو داش اكس ايكوال يو ماينس 1 على يو بلس ال1.
هنودي اليو. دلوقتي احنا عايزين نخلي نبسط المسألة بقى، نخليها سيبربل. فاحنا نبسطها ازاي؟ اليو دي وديها الناحية التانية، معاك اليو داش اكس بتساوي يو ماينس الوان على يو بلس الوان بلس ماينس اليو، سوري، ماينس اليو. دلوقتي انا هدخل اليو دي جوه، بحيث ان انا كل ده بحاول ابسط المسألة بحيث ان هو ده سيبربل. فانا اللي اقدر اعمله ان انا ادخل اليو جوه علشان اعرف اشيلها. لو دخلنا اليو جوه بضرب، لو عايز ادخل اليو في الديفيجن زي ده هو ببلس او ماينس، بضرب بحطه فوق وبضربه في اللي تحت. يعني ايه؟ يعني تبقى عامله كده يو داش اكس بيساوي يو ماينس الوان ماينس اليو في يو بلس الوان على اليو بلس الوان. انا كده ما غيرتش حاجه. انا كده لو جيت قسمت، لو قسمتوها معاك يو على يو ماينس الوان على اليو بلس الوان ماينس يو في يو بلس الوان على يو بلس الوان، اليو بلس وان هتروح مع اليو بلس وان فهترجع تاني زي ما هي كده. فانا كده ما غيرتش حاجه. هدخل اليو دي جوه ببسط المساله اكتر، هيبقى معايا يو داش اوف اكس بتساوي يو ماينس الوان ماينس نيجاتيف يو في يو، هيبقى معاك يو باور 2. نيجاتيف يو في 1 هيبقى معاك نيجاتيف يو over اليو بلس الوان. عندك هنا تعال نبسط، هتبقى يو ماينس اليو هيروحوا مع بعض بزيرو، هيبقى معاك فوق اليو داش اوف اكس بتساوي نيجاتيف 1 ماينس اليو سكوير over اليو بلس الوان. دلوقتي احنا وصلناها ان انا اقدر احلها separable. اليو داش دي هتبقى يو دي يو على دي اكس في الاكس بيساوي ماينس 1 ماينس اليو سكوير over اليو بلس الوان. انا عايز اخلي دي لوحدها والدي اكس لوحدها. انا هودي ده الناحية التانية هيروح متشقلب، هيبقى معاك اليو بلس الوان على نيجاتيف 1 ماينس اليو سكوير دي يو، والدي اكس هوديها الناحية التانية ومعاها الاكس، فهتبقى دي اكس هتروح هناك تطلع فوق، هيبقى معاك هنا دي اكس، والاكس دي تروح متشقلبة هيبقى معاك واحد على اكس. هنعملهم انتجريشن، دي هنبسطها هيبقى عندك انتجريشن اليو اوفر نيجاتيف 1 ماينس اليو سكوير بلس 1 اوفر نيجاتيف 1 ماينس اليو سكوير دي يو بتساوي دي. هنعملها انتجريشن تبقى لين الاكس بلس السي. تمام. تعالوا هنا لو بصيت، مش علشان اعمل لين لازم يكون اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت. طب انا عملت ديريفاتيف اللي تحت كده يبقى معاك نيجاتيف 1 بزيرو، زيرو ماينس ديريفاتيف اليو 2 يو. طب لو انا ضربت هنا، دخلت هنا كده ضربت هنا في 2 في نيجاتيف 2، فانا هحتاج اقسم بره على النيجاتيف هاف. انا لو في الانتجريشن ضربت رقم جوه هقسم عليه بره، فكأني ما غيرتش حاجه. فانا لو دي نيجاتيف 2 يو، فاللي تحت اللي فوق كده الديريفاتيف اللي تحت، فانا اقدر اقول على دي لين 1 ماينس يو سكوير، فتبقى معايا نيجاتيف هاف في لين ماينس 1 ماينس يو سكوير. حد ممكن يجي يقول طب انت ضربت في 2 المفروض تضرب كله هنا في 2. انا هقول لا، انت عندك في البلس البلس والماينس لما يكون في انتجريشن انت بتقسم الانتجريشن ده لوحده وده لوحده، فانا ده كأنه ده انتجريشن لوحده وده انتجريشن لوحده، فانا ضربت هنا في 2 وقسمت هنا على 2، فالهاف دي مضروبة في دي بس ملهاش دعوة بدي. بلس انا عايز اعمل انتجريشن لده بقى. هنا لو بصيت
على طريقة اللين مش هينفع، لازم يكون في هنا يو، وانا مش هينفع اضرب في variable، مش هينفع اضرب في متغير، مش هينفع اضرب في يو او في اكس او في الحاجات دي. طب هعمل ايه؟ في رول عندي كده بيقول لي ايه، لو لقيت integration للf over n square plus f square، لو لقيت رقم constant تحت باور 2 زائد الفانكشن باور 2، ولقيت اللي فوق derivative الفانكشن اللي جوه، على طول بتساوي 1 over ال n، واحد على الرقم الكونستنت بتاعك او النمبر بتاعك اللي محطوط في تان باور نيجاتيف ال 1، تحط جوه الفانكشن على ال n. اول ما بتشوف رقم تحت في الديفيجن تحت n باور 2، رقم باور 2 زائد الفانكشن او الفاريبل بتاعك باور 2 وفوق ديريفاتيف الفانكشن دي، بتحط دي على طول، بتحط واحد على n تان، واحد على النمبر اللي هنا تان انفرس اف الفاريبل او الفانكشن بتاعتك على النمبر. فلو جينا بصينا هنا كده، انا لو جيت عملت كده ويت، اوكي، انا لو جيت عملت كده هيأثر في حاجة؟ البوزيتيف او النيجاتيف دي بتبقى بوزيتيف او نيجاتيف، مش بتفرق. لو جيت بصيت هنا، انا حطيت 1 حطيت فيها باور 2 مش هيحصل حاجة. ولو بصيت فوق اليو دي لما اجي اعمل لها ديريفيتيف، اليو نفسها مش التو، ماليش دعوه بالباور، انا بتكلم على اللي جوه، اللي جوه ده الاف اهي، انا بتكلم على اللي جوه، انا باخد اللي جوه، لو اللي جوه ده الاف ده، اللي فوق ديريفيتيف اللي جوه، مش الديريفيتيف اف باور 2، لا ديريفيتيف الاف نفسها فوق، يعني اللي فوق ديريفيتيف اليو ب1، فايوه، فانا بقى عندي لتحت ان باور الرقم باور 2 ناقص الفاريبل عندي باور 2 فوق ديريفيتيف الاف اللي جوه. فانا هعمل ايه؟ هعمل 1 على ال n عندي هنا بواحد، فيبقى عندي واحد على واحد، فيبقى هنا بواحد مش هتتكتب في تان، يعني واحد اوفر واحد في تان ال f اللي هي اليو اوفر ال n اللي هي عندي بواحد، بس كل ده بيساوي لن ال x بلس c. انت دلوقتي خلاص عندك انت حلتها، بس رجع اليو لاصلها. احنا قلنا اليو اللي اصلها كان ايه؟ اهو y بتساوي يو اكس، فاليو بتساوي y على اكس، فهنشيل كل y، هنشيل كل يو ونحط مكانها y على اكس، فهنا معاك هاف لن نيجاتيف 1 ماينس y على اكس باور 2 بلس، وانا راه مش هنكتبها، تان دي تان انفرس، تان انفرس اليو دي y على اكس، والوان مش هتتكتب، بتساوي لن الاكس بلس السي. دي بقت المسألة بتاعتي. نخش على المسألة اللي بعديها، بيقولك الواي داش بيساوي اكس في y على اكس باور 2 بلس y باور 2. واي داش هيكتبها لي اهي، دي واي على دي اكس بتساوي، احنا قلنا لازم يكون قدامنا كل واي تحتها اكس، ولو قدامنا واي سكوير لازم يكون تحتها اكس سكوير. فانا لو بصيت هنا، لو عشان اخلي دي واي تحتها اكس، فانا محتاج اشيل الاكس دي، فانا لو قسمت على اكس سكوير فوق، يبقى انا في اكس راحت مع الاكس، وبقى لك اكس واي على اكس، وجيت تحت قسمت على اكس سكوير، يبقى الاكس سكوير راح مع الاكس سكوير، ومعاك واي سكوير على اكس سكوير، يعني هيبقى معاك اكس في واي على اكس سكوير اوفر اكس سكوير على اكس سكوير بلس واي سكوير على اكس سكوير.
دي هتروح مع دي ب1، وعندك واحدة من دي هتروح مع دي، فبقى لك واي على اكس. فتعالى نكتب بشكل احسن شوية، تبقى دي واي على دي اكس بتساوي واي على اكس، ان في واحدة راحت مع اللي فوق، over 1 بلس واي باور 2 على اكس باور 2. بقى قدامي كل واي على قدامي كل واي تحتها اكس، هنعوض بقى زي ما بنعمل. الواي بتساوي اليو اكس، والواي داش بتساوي اليو بلس اليو داش اكس. فيبقى هنا عندي الدي واي على دي اكس هتبقى يو بلس اليو داش اكس بتساوي واي على اكس، الواي بتعوض مكانها بيو اكس، فيو اكس على اكس اوفر 1 بلس يو اكس باور 2 عشان واي دي باور 2 اوفر اكس سكوير. هنيجي نبسط الاكس دي هتروح مع الاكس دي، الباور 2 دي هتخش جوه، هيبقى معاك يو باور 2 واكس باور 2، فدي هتروح مع دي، هبقى معاك ان اليو بلس اليو داش اكس تساوي يو اوفر 1 بلس يو سكوير. هنودي اليو دي الناحية التانية بالماينس، فتبقى معاك في نيجاتيف يو هنا. نيجاتيف يو دي عايزين ندخلها فوق زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هضرب اليو دي في اللي تحت واحطها فوق، يعني يو داش اكس بتساوي يو ماينس يو مضروبة في 1 بلس يو سكوير، 1 بلس يو سكوير على 1 بلس يو سكوير. هبسط اللي فوق دي، يبقى معاك يو داش اكس بتساوي يو ماينس يو في 1 بيو نيجاتيف يو في 1 بنيجاتيف يو، ونيجاتيف يو في يو سكوير هيبقى معاك نيجاتيف يو باور 3 ده اوفر 1 بلس يو سكوير. انت عندك هنا يو ماينس يو فضلوا يروحوا مع بعض بزيرو، هيبقى معاك بقى الدي يو على الدي اكس في اكس بيساوي نيجاتيف يو باور 3 اوفر 1 بلس يو سكوير. تمام. دلوقتي بقت عندي سيبربل، هودي الديات لوحدها ودي اكسات لوحدها، يبقى عندك هنا الدي هتفضل زي ما هي، دي هتروح لها الناحية التانية بس متشقلبة، فيبقى عندك 1 بلس يو سكوير اوفر نيجاتيف يو باور 3 دي يو بتساوي، هودي دي اكس الناحية التانية والاكس دي هتيجي هنا متشقلبة على اكس، هعمل لهم انتجريشن، دي هقسمها معاك انتجريشن 1 على نيجاتيف يو باور 3 بلس يو باور 2 على نيجاتيف يو باور 3 هتساوي انتجريشن 1 على اكس لن الاكس بلس الكونستنت السي. دي اليو باور 3 هتطلع فوق بيو باور نيجاتيف 3 بنيجاتيف يو باور نيجاتيف 3، هعمل لها انتجريشن هيبقى معاك نيجاتيف يو باور نيجاتيف 2 لما انقسم بار واحد اقسم على بار جديد، يعني اقسم على النيجاتيف 2 بلس يو باور 2 على يو باور 3 هيبقى معاك 1 على 1 على نيجاتيف يو، بعد كده انتجريشن 1 على نيجاتيف اليو. دي هتبقى لن نيجاتيف اللن نيجاتيف لن اليو عشان اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، هيبقى معايا دي نيجاتيف، بس هنغير الإشارة نيجاتيف لن اليو بتساوي لن الاكس بلس السي. هنشيل كل يو بقى ونعوض مكانها بايه، احنا قلنا فوق او يو، هتبقى اليو بتساوي واي على اكس، نشيل كل يو نحط واي على اكس، فعوض هنا مكان كل يو بواي على اكس، فالنيجاتيف دي تروح مع النيجاتيف دي، هيبقى معاك ان واي على اكس اقوله في الباور نيجاتيف 2 وفي بره هاف ماينس لن واي على اكس بتساوي لن الاكس بلس السي.
هنا انت ممكن دي تظبطها تبقى هاف. احنا عشان نشيل النيجاتيف احنا هنحط واحد على y x all of it power 2، فده معناه ان هي هتبقى x على y all of it power 2، بحيث ان انا اشيل النيجاتيف من على ايه الباور، يبقى شكلها احسن. هتبقى كده minus ln الواي على اكس تساوي ln الاكس بلس السي، وتكون المسألة دي معايا خلصت. مسألة خلصت، بس هو كان في جزء قالهولي مديلي جابنز بيقولي ان الواي 1 بتساوي الوان. احنا كنا قايلين ان هي اصلها واي اوف اكس، فاللي جوه دي قيمة الاكس واللي جوه قيمة الواي، كلها تبقى واحد فمش هتفرق اوي. فهشيل كل اكس وكل واي اقعد مكان كل واحدة فيهم بوان. فهنا هيبقى معايا هاف 1 على 1 باور 2 بوان ماينس لن الوان بتساوي لن الوان بلس السي. فانا عندي ان لن الوان بتساوي زيرو، فدي هتبقى زيرو ودي هتبقى زيرو، فانا كده عندي ان السي بيساوي الهاف. انا طلعت الثابت.